حكاية النهاردة بتبدأ من بيت صغير جنب الجبال، وبنشوف ديناصور اسمه هنري عايش هناك مع مراته في بيت بسيط في مكان هادي بعيد عن الناس. هنري شغال مزارع وبيزرع في الأرض اللي قدام بيته، وبنعرف إن هو ومراته مستنيين البيض بتاعهم يفقس بفارغ الصبر علشان يبقى عندهم أسرة صغيرة وجميلة. وفي يوم من الأيام مرات هنري بتنادي عليه علشان يشوف لحظة خروج العيال من البيض، وأول بيضه بتفقس وبيطلع منها أول ديناصور بيسموه، بعديها بيجي التاني بيسموه باك، وآخر واحد فيهم بيطلع أرلو وبيبان إنه أصغر واحد فيهم وبيكون خايف حتى يطلع من البيضة. الديناصورات التلاتة بيكبروا مع بعض وبيساعدوا أبوهم وأمهم في الأرض اللي بيزرعوها، بس بيبان على أرلو إنه خواف جدا، وخصوصا لما بيحاول يطارد الطيور بيجري منهم بدل ما يمسكهم. وفي مرة بيجري ورا طير وبيزحلق وبيكون هيقع في النهر، بس هنري أبوه بيلحقه في آخر لحظة وبيفضل يطمنه ويشجعه إنه مفيش حاجة تخوف وإنه لازم يكون شجاع. بعدها هنري بيقدر يجمع كمية أكل تكفيهم طول فترة الشتاء، وبيبدأ يعمل علامه، وبيروح هنري هو ومراته يقفوا برجليهم فوق السمعة اللي كانوا بنوها بالطوب، وبيقول لأولاده في يوم من الأيام كل واحد فيكم هيعمل إنجاز كبير يستاهل إنه يسيب علامة زي اللي أنا سبتها. وفعلا ليبي وباك بيقدروا يشتغلوا في الأرض وبيحققوا حاجات تستاهل وبيسيبوا علامتهم على الصومعة، بس أرلو لأ، بيفضل خايف حتى من الفراغ ومش قادر يعمل أي إنجاز حقيقي. بيحس أرلو إنه متضايق من نفسه جدا، وبيقرر إنه لازم يتغلب على خوفه، وبيروح لوحده على حظيرة الفراغ، وهناك بيلاقي أخوه باك واقع على الأرض وبيقول له بصوت ضعيف كده إنه بيموت علشان الفراخ هجمت عليه. لكن فجأة أرلو بيكتشف إن باك بيستهبل وبيسخر منه وبيقول له إنه جبان ومش ديناصور على بعضه. وقتها أرلو بيتضايق وبيقول له أنا مش جبان، وبعدين أنا أصلا مش فارقة معايا العلامة الغبية دي ولا حتى عاوز أعملها. وساعتها أبوه بيقرر إنه يساعده بطريقته، بيصحيه من النوم بالليل وياخده معاه بعيد عن البيت ويقول له أنا عاوزك تروح لآخر المزرعة لوحدك. وبيمشي أرلو فعلا، وهناك بيلاقي قدامه حشرة صغيرة بيخاف منها في الأول، لكن فجأة الحشرة دي بتبدأ تنور وبتطير الحشره بعيد. وساعتها هنري بيبص لأرلو وبيقول له بص يا ابني، ساعات لازم تواجه خوفك علشان تقدر تشوف الجمال اللي في الرحلة اللي انت ماشي فيها. وفجأة الحشرات المضيئة بتبدأ تحاوطهم من كل ناحية والمنظر بيكون مبهر، وبيبدأ أرلو يفهم إن طالما هو ماشي جنب النهر عمره ما هيتوه عن البيت، وإنهم لازم يلاقوا الطفل ده بسرعه قبل ما المطر يمحي آثار رجليه. وهما ماشيين أرلو بيتكعبل وأرنو بيتخبط ورجله بتتعور، وبيحزن هنري وبيقول له أنا آسف يا أرلو، كنت قاسي عليك، كنت بس عاوزك تتغلب على خوفك. وبيقرر هنري انهم يرجعوا على البيت، خصوصا بعد ما الجو بيبدأ يسوء والمطر بيزيد اكتر واكتر، وبيطلب من ارلو انه يجري بسرعه لان ميه النهر بتزيد. وفجأة الميه بتاخد هنري معاها، وبعد كام يوم بنشوف الام تعبانه جدا وهي بتحاول تخلص موسم الحصاد، وبتطلب من ارلو انه يساعدها ويشد حيله شويه لان لو ما خلصوش قبل ما التلج ينزل مش هيلاقوا اكل يكفيهم في الشتاء. وبتقول له انا عارفه ان الحياه بقت اصعب من غير باباك، بس لازم تعتمد على نفسك يا ارلو على قد ما تقدر. وبيطمنها أرلو وبيقول لها متخافيش يا ماما، مش هسمح إن ده يحصل أبدا ولا إننا نجوع مهما حصل. وبعدها أرلو بيكتشف إن الطفل اللي كانوا ماسكينه قبل كده مستخبي عندهم في الصومعة، بيتضايق جدا وبيجري وراه وبيتهموا إنه السبب في اللي حصل لباباه. بس وهما بيجروا أرلو بيقع في النهر وبيصرخ وهو بيطلب النجدة، والمية بتاخده بعيد بعيد، ولما بيفتح عينيه بيلاقي نفسه ساب المكان اللي كان فيه ودماغه بتوجعه قوي، بس بيحاول يقف على رجله تاني وبيقعد يندو على مامته بصوت عالي. بعد شوية بيحاول يطلع فوق الصخور بس بيتكعبل وبيقع تاني، وفجأة بيشوف الطفل الصغير واقف فوق أعلى صخرة. بيتضايق أرلو وبيقول لنفسه إنه لازم يطلع له ويخلص عليه، بس أول ما بيقرب منه بيترعب وبيزعق له ابعد عني. فالطفل بيجري بعيد وأرلو بيبص حواليه ومش عارف هو فين بالظبط، وبيفتكر كلام باباه طالما ماشي جنب النهر مش هتوه، فبيقول خلاص هيمشي ورا النهر. وبيحاول يعتمد على نفسه، بيطلع على شجرة توت علشان ياكل، لكن وهو بينط بيتكعبل وبيقع على الأرض ورجله بتتزنق بين صخرتين وبيفضل يصرخ من الوجع. قرر يعيط طول الليل لحد ما طلع الصبح، ولما صحي مرعوب من النوم لقى حد حافر له في الارض وطلع له رجله منها. رجع قال له تاني بلاش تمشي جنب النهر، ولما نزل المطر حاول يستخبى وفجأة سمع صوت جاي من بعيد. بص قدامه لقى الطفل الصغير جايب له حشرة وحطها قدامه كده كأنها أكل، بس أرلو زعق له، فالواد رجع تاني وجاب له حشرة تانية علشان ياكلها، بس أرلو رماها بعيد. رجع الطفل المرة دي ومعاه شوية توت، ولما أرلو داق التوت لقى طعمه حلو جدا وأكل كله وقال له كده بإيده
هاتلي كمان، وقرر يمشي ورا الطفل لحد ما وصله لشجرة التوت. وأول ما حاول أرلو ياكل منها اتزحلق ووقع من فوق التل، ولقى قدامه تعبان ضخم مرعب. ساعتها الطفل دخل على التعبان وهجم عليه وخوفه وجرب أرلو بعيد. وفجأة أرلو سمع صوت حد بيكلمه. الصوت قال له إنه كان بيراقبه طول الفترة اللي فاتت، وكان فاكر إنه هيموت، بس واضح إنه لأ، لسه عايش. وبيظهر صاحب الصوت وبيكون راكب حيوان ضخم ومعاه شوية حيوانات صغيرة حواليه. كان الحيوان الضخم ده بيحميهم من أي حد ممكن يضايقهم. وقال لأرلو الطفل اللي معاك هو اللي بيحميك. وقتها أرلو قرر يسمي الطفل ده سيباطو. الحيوان فرح بيهم واحتفل، وقال لأرلو خد بالك من إصابتك، متخسرهاش، علشان هي اللي خلتك تعرف تحمي نفسك وسط أخطار الغابة. بعدها أرلو وسيباطو راحوا يلعبوا مع شوية سناجب صغيرة، بس أرلو في الآخر خاف منهم ووقع في المية، وسيباطو نط وراه علشان يعلمه يعوم. ومن ساعتها فضلوا طول اليوم يلعبوا مع بعض ويضحكوا. وفي الليل شافوا حشرة منورة. وقتها قرر أرلو يعمل زي ما أبوه كان بيعمل زمان، لعبوا مع الحشرات ونفخ فيها علشان تنور وتطير بعيد. وكانوا قاعدين يتفرجوا عليها وهي بتنور في السماء. وفجأة أرلو قال أنا مفتقد عيلتي، بس سيباطو ما كانش فاهم يعني إيه عيلة. ساعتها أرلو حاول يشرح له، رسم له على الأرض ووراله يعني إيه بابا وماما وإخوات. وفجأة سيباطو راح حضنه وطبطب عليه، واتنينهم ناموا جنب بعض لحد ما طلع الصبح. وفي اليوم اللي بعده الدنيا قلبت، عاصفة قوية بدأت والريح كانت شديدة جدا لدرجة إنهم ما قدروش يكملوا الطريق، فقرروا يقفوا في مكان ويستنوا العاصفة تعدي. وساعتها أرلو افتكر اللي حصل له زمان. أول ما أرلو شاف العاصفة افتكر باباه وخاف جدا، جري بعيد وحاول يستخبى تحت أي حاجة لحد ما العاصفة تخلص. وسيباطو فضل يدور عليه في كل حتة لحد ما لقاه واقع تحت شجرة متغطي بالتراب ومتبلل من المطر. أرلو كان متوتر جدا، ما كانش شايف النهر وحس إنه تاه ومش هيعرف يرجع بيته تاني. بس وهو باصص حوالين شاف شوية طيور طايرين في السماء. نادى على واحد منهم وسأله عن سلسلة الجبال اللي كان هو وعيلته عايشين تحتها. قال لهم أنا تايه وبيتي هناك ومش عارف أرجع، ممكن تساعدوني؟ الطيور ردت عليه وقالت له الطريق هناك بعيد جدا، بس ممكن نشرح لك تروح إزاي. وفي اللحظة دي واحد من الطيور عرف نفسه وقال له أنا اسمي ساندر، استنى لما نطمن إن مفيش حد اتأذى من العاصفة وساعتها هوريك الطريق لبيتك. أرلو حس إنهم جدعان وقرر يساعدهم في إنقاذ باقي الحيوانات. لكن فجأة اكتشف إن الطيور دي طيور مفترسة وإنهم كانوا بيضحكوا عليه علشان يوقعوه وياكلوه. اتخض جدا هو وسباطه، حاولوا يستخبوا منهم بسرعة، بس الطيور بدأت تتجمع حواليهم وتحاصرهم. ولما قربوا يهجموا عليه أرلو وسباطه جريوا بأقصى سرعة بيحاولوا يهربوا منهم بأي طريقة. وأرلو هو بيجري من الطيور شاف 2 ديناصورات شكلهم جامد جدا، واحد اسمه ناشو والتاني رامسي. أول ما شافوهم الطيور خافوا وطاروا بعيد فورا. أرلو جري ناحيتهم بسرعة وقال لهم ممكن تساعدوني، أنا عايز أرجع بيتي. بس في اللحظة دي ظهر ديناصور ضخم جدا وقال له احنا مش فاضيين دلوقتي، احنا تايهين عن القطيع بتاعنا ولازم نلاقيه بسرعة. أرلو فكر شوية وقال لهم بس صباطه بيشم الريحة كويس جدا، يقدر يوصلكم ليهم. وفعلا بدأ صباطه يشم الأرض ويدور، وبعد شوية قدر يوصلهم لطريق القطيع. في الطريق لقوا حيوان مدبوح على الأرض. وقتها فهموا إن في صيادين في المنطقة. الديناصور الكبير قال بسرعة لازم نسيب المكان ده فورا. وبعدها بص لأرلو وقال له اسمع، روح عند الصخرة اللي في وسط التيران واعمل صوت عالي، لما يسمعوك احنا هنكون جاهزين نهجم على الصيادين. وفعلا أرلو راح عند الصخرة وصرخ بكل قوته، وفجأة الحيوانات الغريبة المفترسة بدأت تظهر من كل ناحية. وأرلو كان مرعوب جدا، بس في اللحظة دي الديناصورات وصلوا وهجموا عليهم بقوة. وقطعان التيران أول ما سمعت الصوت خافت وجريت بسرعة، وأرلو جري معاهم. وأرلو فضل يجري وسط التيران لكن شاف الحيوانات المفترسة وهي بتهاجم الديناصور الكبير. وقتها قرر أرلو إنه ما يخافش وجري ينقذ الديناصور بنفسه. الهجوم بتاعه خض الحيوانات دي فخافوا منه وجريوا بعيد. بعدها كل الديناصورات اتحركوا سوا مع قطيع التيران، ولما جه الليل قعدوا حوالين النار وكان الجو هادي. والديناصور الضخم شكر أرلو على شجاعته وقال له انت بطل حقيقي. وقتها أرلو لاحظ انه متعور، فالديناصور ضحك وقال له الندبة دي هتفضل علامة على شجاعتك، احنا كل واحد فينا عنده علامات زي دي، كل واحدة ليها حكاية. وفضلوا كلهم يحكوا عن الندبات بتاعتهم وكل واحد قال اللي حصله. والديناصور الكبير حكى عن يوم هجمته مجموعة من التماسيح وقال انه ما استسلمش وفضل يقاتل لحد ما خد الندبة اللي على جسمه. وهم بيتكلموا نزلت اول نقطة مطر. وقتها أرلو قام بسرعة وقال لازم ارجع دلوقتي، لازم اوصل لماما. الديناصور الكبير ابتسم وقال له ما تقلقش، احنا هنوصلك بكرة الصبح. وتاني يوم القطيع كله اتحرك، وبعد رحلة طويلة أرلو شاف الجبل اللي بيته تحته، ابتسم وودع كل الديناصورات واصحابه الجداد وجاري بكل فرحة ناحية بيته. وأرلو بكل حماس وفرحة فضل يجري بسرعة ناحية بيته، بس اول ما قرب يوصل
يوصل الدنيا بدأت تمطر من تاني، وفجأة لقى نفسه محاصر بالطيور المفترسة. الطيور هجمت عليه وحاولوا يخطفوا صباطه ورموا الطفل من فوق الصخور. أرلو كان في حالة صدمة، بس في لحظة كده حس كأن باباه ظهر قدامه وقال له لو بتحب صاحبك ساعده، هو ساعدك قبل كده كتير، متسبهوش. أرلو فاج على كلام باباه وقرر في اللحظة دي إنه ما يهربش ورجع علشان ينقذ صباطه. المرة دي كان شجاع جدا، ما خافش لا من العاصفة ولا من الطيور المتوحشة. ولما الطيور هجموا عليه وقع عليهم شجرة كبيرة ورمتهم في النهر. بعدها أرلو عمل صوت قوي جدا خوف بيه الطائر اللي كان بيهاجم صباطه، وصباطه كمان تشجع وعد الطائر في رجله. الطائر خاف وجري بعيد، لكن فجأة ظهر فيضان ضخم جاي عليهم. أرلو جري بسرعة ونط في المية وابتدى يعوم علشان ينقذ صباطه قبل ما يغرق في الشلال. وفعلا قدر يوصل له وسحبه من المية وطلعه بره بأمان. وبعد لحظات مؤثرة كملوا طريقهم سوا، لكن فجأة ظهر قدامهم ناس شكلهم زي صباطه. وصباطه وقف مبهوت مش مصدق. أهله كانوا قدامه بعد كل السنين وفرحوا بيه جدا وحضنوه، وكانوا مش مصدقين إنهم أخيرا لقوا ابنهم. كان فرحان جدا إنه أخيرا لقى أهله، جرى عليهم وحضنهم، وكان واضح قد إيه هو كان مشتاق ليهم. أما إرلو كان واقف بيتفرج وقلبه موجوع شوية، بس ابتسم وقرر إنه يسيب صباطه مع أهله لأن ده المكان اللي يستحق يكون فيه. إرلو كمل طريقه لوحده ورجع على بيته، ولما وصل أمه جريت عليه حضنته وكانت مش مصدقة إن ابنها لسه عايش. ولأول مرة من وقت طويل العيلة كلها اتجمعت تاني. وأخيرا إرلو طلع على الصومعة وساب علامته علشان باباه يكون فخور بيه من السما. الملخص ده بصوت عامر محمد. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناة فيلم مختصر على يوتيوب. سلام.